هادي نعم سيدي. هادي نعم سيدي. واحد المرأة لقات بنتها حاملة، وهي تحيح عليها وقالت لها يا المسخوطة سيري جيبي هاد الحمار اللي دار لك هاد الحالة. نشوفو كنديرو نصلحو هاد المشكل. ايوا نعم سيدي. جا هاد الحمار اللي دار له الحالة. ايوا وجا راكب في بورش، هي طوموبيل اخر موديل. ايوا وخانز فلوس. ايوا وكيدخل وجلس معاهم وقال لهم اش غنقول لكم، راه بنتكم عاودت ليا كل شيء، ولكن غادي تسمحوا لي الظروف العائليه الخاصه ديالي ما كتسمحش ليا نتزوج دابا. وهي تنقز امها وقالت له ايوا. قال لها صبري يا لاله، غير كوني هانيه، انا راني غادي نعوضكم. غادي نعوضكم. الا ولدت بنت غادي نشري ليها فيلا. نشري ليها فيلا وشركه. ايوا ويلا ولدت ولد غادي نشري ليها جوج فيلات وجوج شركات ونعطيها مليار. ويلا ولدت ليا التوام، كل واحد غادي نعطيه فيلا وغادي نعطيه شركه ومليار. واما الا ما جابش الله وما ولدت والو، باش بغيتوني نعوضكم قولوا لي. وهو ينقز باه وقال لي غادي نعاودوا المحاوله. يا وليدي غادي نعاودوا المحاوله مره اخرى، مالنا اشنو خاسرين. الاوروبيه. نعم سيدي. المراه الاوروبيه منين كتوصف لك الخطيب ديالها كتقول لك حنين وزوين وظريف وكيبغيني وانا كنبغيه. نعم سيدي. شي عيالات عندنا حنايا ملي كيوصفوا لك الخطيب ديالهم اسمع اش كتقول لك. كتسولها كتقول لك خدام. خدام وكيتخلص مزيان، وامه ميته وما عندوش الخواتات. يا خوتي انا بعدا بغيت غنعرف داك المغنيه فيروز مني غنات داك الاغنيه ديالها انت حبيتك بالصيف. انا بان ليا كانت كتقصد الكلمه تيزور. هادشي اللي بان ليا، انا كانت كتقصد الكلمه. تحياتي الناس مراكش، راكم كطيبوا على مهل. هذا العام سيدي واحد الراجل كان في القاعه ديال الانعاش. زير عليه المرض بزاف. تزاد عليه الحال وحس بان قربت النهايه ديالو، وهو يعيط لولادو بثلاثه وجلسهم حداه وقال للدري الكبير انت يا ولدي، انت يا غادي نخلي لك الشارع الجيش الملكي صافي يا ولدي. ودار لعند الثاني قال له انت يا وليدي، انت يا غادي نخلي لك شارع مولاي يوسف صافي بالطول ديالو وبالعرض. ودار لعند ولدو الثالث وقال له انت يا وليدي غنخلي لك السوق الكبير. السوق الكبير غتشدو انت كامل. الطبيب كان واقف حداهم وقال او هادشي كامل. وهو يدور عند ولادو قال لهم الله يرحم الوالدين الا ما قولوا لي شنو كان خدام باكم اللي مخلي لكم هاد الخيرات كاملين. جاوبوه ولادو كان خدام مول الجيلي الصفر غارديان. يا خوتي وقع واحد المشكل بيني وبين مراتي. وقلت حتى انا ندير بحال القور. بحال القور والناس الراقيه المتحضره. وقلت نمشيو عند شي خبيره ديال العلاقات الاسريه باش تنصحنا شنو نديرو. وانا ندبر في واحد النمره نتاع واحد المركز ديال العلاقات الاسريه. اتصلت بهم وجاوبتني السكرتيره. قلت لها عافاك راني بغيت نحجز واحد الجلسه عندكم. وقلت لها وشحال بعدا دايره الثمن للجلسه، وهي تقول لي 800 درهم سيدي. اش غنقول لكم اخوتي، وصدمتني وهي تقول لي يا سيدي واش نحجز لك، عطيني السميه ديالك باش نشد لك الحجز ديالك. وانا نقول لها لا انا ما غنحجز شيء. واش انا مشانق انا والمراه على 50 درهم وبغيتيني نحجز عندكم الحصه على 800 درهم؟ المشكل كامل نايض على 50. وقال لك نعم سيدي. هذه المراه الامريكانيه والفرنسيه والمغربيه سولوهم
سولوهم قالوا لهم شنو هي الحاجة اللي شرطتوا على رجالكم وحقوها لكم. الميريكانية جاوبت وقالت لهم أنا يا النهار الأول قلت له ما كنعرفش نطيب، والنهار الثاني ما شفت والو، والنهار الثالث جاب لي طباخة. أيه. ودازوا الفرنسية قالت لهم أنا يا النهار الأول قلت له ما كنعرفش نصبن، والنهار الثاني ما شفت والو، والنهار الثالث جاب لي ماكينة ديال الصابون. ايوا نعم سيدي، وجات النوبة ديال المرأة المغربية ديالنا الحرة. سولوها قالوا لها وانتيا، وهي تقول لهم أنا النهار الأول قلت له ما كنعرفش نطيب ولا نصبن، والنهار الثاني ما شفت والو، والنهار الثالث ما شفت والو، والنهار الرابع الحمد لله وليت كنشوف شوية بالعين اليمنية. أب أطفاها مسكينة أطفاها. في المغرب نعم سيدي، في المغرب إلا مشاو تجلسوك وداروا لك الحنة عرف راسك يا وليدي راك ضحية بلا ما نقولك، يا غيطهروك يا غيذبحوك يا غيزوجوك. هو قال لك نعم سيدي، هذا واحد المكلخ، واحد المكلخ دار واحد المسمار في الكاس ديال الماء، شافو صاحبو وبقى معجب، وهو يقول لي ياك لاباس اصاحبي علاش درتي داك المسمار في وسط الكاس ديال الماء. جاوبو داك المكلخ قال له سكتنا صاحبي سكتنا، راك ما تعرف والو، راه بغيت نشرب ماء معدني، على داكشي درت فيه المسمار باش نشرب الماء المعدني، راه كيقول لك صحي. هذا نعم سيدي واحد الراجل سول مراتو قال لها ومراتي العزيزة دابا لي نفترض إلا مت واش غادية تزوجي عليا؟ شافت فيه هي مخنزرة وقالت ليه سير الله يتبعك البلا. وسبحان الله العظيم عليكم يا الرجال، انتما كتزوجوا علينا ثلاثة وحنايا حيين، وانت حاسدني على واحد وانت يا ميت. وكنت يا خوتي غادي نسافر، وهو يجلس حدايا واحد السيد في الكار، جلس حدايا وانا ندور شفت فيه وسولته، قلت له اسيدي واش كتغني ملي كتكون كدوبش في الحمام؟ شاف فيا وهو يقول لي اييه عمي الحاج، كنغني ملي كنكون كندوش. شفت فيه انا وقلت ليه ايوا قول لي من وقتاش ما غنيتي؟